بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد نبي الأمة ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. الحمد لله والشكر لله على انتهاء هذه المباراة. سعودي الأهلي لدور الستاشر، مباراة إيجل نوار. لأول مرة نرى الأهلي منذ أن عرفنا كرة القدم مطرود منه لاعب من الدقيقة 15 ويلعب مباراة كاملة بوقت ضياع حوالي 90 دقيقة كاملة ب10 لاعبين. هناك فرق لو طلب منها لاعب وسواء طلب منها لاعب من دقيقتين 3 ولا 5 دقايق انسحبوا من المباراة، لكن الأهلي استمر ورغم الطرد الظالم والحكم الظالم واللي عينه أظلم منه، ربنا ينتقم منهم. ونسمع عنهم زي ما سمعنا عن اللي اتحبس في مباراة السوبر بتاعة الزمالك والأهلي، اتحبس بالرشوة. في ايه التحكيم الفاجر ده؟ لولا ستر ربنا ان احنا بتوع ربنا وساطرها معانا نطرد لاعب من عندنا وبنلعب فريق ضعيف بطل دوري ازاي ده؟ عندهم دورة حبشة ولا دوري زي بتاع اللي بنلعب فيه الزمالك؟ فريق ضعيف بس كان هيسجل، لأن الحكم مديله السيطرة والهيمنة ومديله القوة والمساعد أكتر. ولعيبة الأهلي لا حول له ولا قوة، 10 ضد 11 مين؟ ده انت عندك الحكم والمساعد 13، وكويس ان مفيش فرق، كمان كانت بقت مصيبة تانية. ايه دي؟ ايه يا جماعة اللي بيحصل ضد الأهلي ده؟ كل مباراة نجد هذه المعاناة من الحكام. اللاعب بيصوت ويصرخ وينام على الأرض لحد ما يجي لاعب من الأهلي جنب منه. ازاي بيتفرجوا على الدوري المصري ويشوفوا المصريين بيعملوا ايه مع الأهلي بيعملوا زيهم، أو حد بينبههم أو حد بيوجههم من مصر؟ في ايه؟ انا عايز اسال الكاف، هل الحكم السنغالي ده وحكم مباراة الذهاب حكم KG1 ولا KG2؟ تبين الحكم ده راح بورسعيد قبل ماتش الاهلي، باين حد وداه بورسعيد جاب هدايا من هناك. ومين اللي وداه؟ اللي بيروح بورسعيد بيجي يحكموا للزمالك، يجوا بيروحوا بورسعيد هنا ويجي يحكموا ضد الاهلي؟ معكوسة ولا ايه؟ في ايه؟ ايه الفجر